أم أحمد بتقول: كنت حاسة إن بنتي ضايعة من قدام عيوني في غمضة عين، والمشكلة أني ما كنتش واخدة بالي. بنتها ليلى عندها 17 سنة في تانية ثانوي، ودايما كانت بنتي هادئة ومهتمة بدراستها. لكن في الفترة الأخيرة وتحديدا من شهر فبراير اللي فات لاحظت أم أحمد تغير غريب في بنتها. ابتدت القصة لما ليلى جات لأمها وقالت لها: يا ماما، أنا اشتركت في جروبي على النت خاصة بالبنات كلنا في سن بعض وبنخرج مع بعض. أم أحمد ما استغربتش بل وشجعتها في الأول. قالت لها: ما شاء الله يا رب تكونوا في تفاكر. بعدها بشوية لاحظت إن ليلى قعدت طول الوقت على الموبايل بتضحك وتكتب وترد وما بتسيبهوش. كل ما تدخل أم أحمد عليها تلاقيها قاعدة على الشاشة. لما تسألها عن مذاكرتها تقول لها: أنا وبنات الجروب بنذاكر سوا، بنسأل بعض أسئلة وبنختبر بعض. وحتى كانت بتوريها صور من الشاشة فيها أسئلة علمية وإجابات، وأم أحمد تفرح وتقول: الله يخلي لي بنتي. لكن مع الوقت حاجة بدأت تقلق أحمد. ليلى بقت تسأل أسئلة غريبة. مرة قالت لها: ماما، أنت وبابا اتجوزتوا عن حب. ومرة تانية: العلاقة بين الراجل والمرات، هل بتفرق لو كانوا بيحبوا بعض ولا لا؟ أم أحمد كانت ترد عليها بطبيعتها وتحكيها عن الحب والاحترام، وتنصحها إن الوقت لسه بدري على الكلام ده دلوقتي، وقت الدراسة والمستقبل. كانت تفتكر إنها أسئلة عادية لأي بنت في سنها، لكنها كانت غلطانة. الصدمة اللي كانت مستنية أم أحمد، ما كانتش تعرف إن الصور اللي بتوريها ليها من الجروب كلها تمثيل، وإن الحقيقة اللي على الموبايل حاجة تانية خالص. البنت اللي كانت بتسأل أسئلة عن الحب في البيت كانت بتاخد إجابات تانية في عالم سري على النت، وإجابات مش لأهلها أبداً. إيه اللي كان بيحصل بجد في الجروب السري بتاع البنات؟ تابعوا معايا الحلقة الجاية عشان تعرفوا الحقيقة. في البداية الجروب كان باينه من بره إنه مكان آمن للبنات، كان مكتوب عليه جروب للبنات فقط لطرح الأسئلة اللي بتدور في أذهاننا. أول المواضيع كانت عادية، زي يا ترى كل البنات بتتوجع في الدورة الشهرية ولا لا، والبنات بدأت تشارك تجاربها. بعدها بدأت الأمور تتطور بسرعة. من أسئلة عن الدورة وصلوا للحديث عن الملابس الداخلية، وإيه الأشكال المناسبة، وإيه اللي بيجذب الرجالة. الكلام بقى وقح بشكل تدريجي. ثم كانت الصدمة الكبرى. واحدة تسألت: في حد فيكو شاف أفلام إباحية؟ وطبعا ناس كتير ردت بيه. بعد كده واحدة قالت: أنا هبعثلكوا لينكات وتشوفوها بنفسكم وتحكموا. وبالفعل ابتدوا يبعتوا فيديوهات إباحية لبعض ويعلقوا عليها بكل وقاحة ودم بارد. أي بنت كانت تستغرب أو ترفض كانوا يردوا عليها: إيه يعني؟ إحنا بنتعلم وبنكتسب خبرات. الكلام وصل لوصف العلاقات الحميمية بين الراجل والست بتفاصيل مقرفة ومصطلحات ملهاش لازمة، وكل ده بين بنات 15 و16 سنة. أم أحمد كانت قاعدة في البيت فكرة إن بنتها بتتكلم في الرياضيات والفيزياء، لكن الحقيقة إن ليلى كانت قاعدة مع بنات تانيين بيتفرجوا على أفلام إباحية وبيحللوا أداء الممثلين. بدأت شخصيتها تتغير، بقت جريئة في كلامها وبقت مركزة زيادة عن اللزوم في أي مشهد عاطفي أو رومانسي في التلفزيون، عكس الأول كانت بتكسف وتقوم تمشي. الموضوع ما قفش عند المشاهدة. واحدة فيهم اقترحت فكرة جديدة: خلينا نصور العلاقة الخاصة بين أهلنا، قالتها بكل برود. البنات اندهشت في الأول، لكن بعدين ابتدوا يشجعوا الفكرة بحجة: إن احنا بنتعلم من تجارب أهالينا وبناخد خبرات للمستقبل. البنت الوحيدة اللي اعترضت قالوا لها: خايفة ليه؟ محدش هيعرف، كل اللي عليكي إنك تحطي الموبايل في أوضة نومهم وتسيبي المسجل شغال وبعدين تيجي تاخديه تاني. هنا كان التحول الأعظم، من مشاهدة محتوى إباحي لانتهاك خصوصية الأهل وتصويرهم من غير ما يحسوا. الفكرة اللي كانت مجنونة بطت حقيقة هتتنفذ على أرض الواقع، وليلى كانت واحدة من اللي اشتركوا فيها. إزاي ليلى نفذت الخطة دي في بيتها وإيه اللي صورته؟ والإجابة في الجزء الجاي. الخطة اللي وضعتها البنات كانت بسيطة ومخيفة. كل واحدة تنتظر لما أهلها يدخلوا أوضة النوم ويهدوا ويناموا، وتحط موبايلها في مكان خفيف في الأوضة، وتشغل الكاميرا وتطلع برد، وبعد ما يناموا تدخل تاني تشيل الموبايل. الصور والفيديوهات تتعرض بعد كده في الجروب وتاخد التعليقات.
ليلى نفذت الخطة. في أول ليلة قعدت تسهر لحد ما تأكدت إن أمها وأبوها ناموا ودخلوا في النوم العميق. الساعة 4 الفجر بالضبط فتحت باب الأوضة بهدوء الرعب وتسحبت على أطراف صوابعها، ووضعت الموبايل في مكان استراتيجي جنب الدولاب بحيث يصور السرير كله. رجعت تاني بعد ساعة وأخدته وقلبها بيوجعها من الخوف. الصباح بعتت الفيديو لجروب. ردود الأفعال كانت أسوأ من المتوقع. أبوكي طلع جامد. أمك دي عسل قوي مع أبوكي. أنا نفسي أتجوز واحد زي أبوكي. كلام مقرف وقلت أدب بكل ما تحمله الكلمة من معنى. البنات تحولوا لمحكمة بتفصل في علاقات أهاليهم الأسرية. الأسبوع اللي بعده ليلى صورة تاني وتالت. الجروب بقى مكتبة فيديوهات لعلاقات خاصة لأناس مش عارفين أي حاجة عن اللي بيحصل. كل واحدة فيهم بقت جاسوسة في بيت أهلها بتصدر خصوصيتهم لأغراض تافهة. أحمد بدأت تحس إن ريحة مش طبيعية في البيت. لاحظت إن ليلى بقت تبص ليها ولأبوها بطريقة مختلفة فيها تحدي وفضول مش طبيعي. مرة واحدة قالت لأمها: ماما أنا عايزة أسألك سؤال، بتفرق إيه بين مرات متجوزة عن حب ومرات متجوزة غير كده؟ أحمد اتخضت لكن ردت وقالت: أكيد بتفرق يا حبيبتي، الحب أساس الحياة. وهي داخلة جواها تقول: طب إيه الأسئلة الغريبة دي كل شوية؟ لكنها برضو ما شكتش. فضلت سكتت لحد ما ربنا كشفها على الحقيقة. في واحدة من الليالي الساعة 4 الفجر برضو انصدمت أحمد بالمشهد اللي مشيت رجليها. إيه اللي شافته وهل قدرت تمسك بنتها؟ الحلقة الجاية هتجاوب. في ليلة من الليالي أحمد ما كانتش قادرة تنام. حاسة بقلق غريب. فجأة الساعة 4 الفجر بالضبط سمعت صوت خفيف جدا لباب الأوضة. فتحت عينها بشوية، لقيت بنتها ليلى داخلة الأوضة على أطراف صوابعها بتسحب نفسها ببطء وبتتجه ناحية الدولاب. أحمد حسيت إن قلبها وقف. قفلت عينيها وخدت نفسها نايمة وفضلت تراقب من تحت رموشها. لقيت ليلى واقفة قدام الدولاب شايلة الموبايل اللي كان مركب على حاجة جنبه وبتفكه. هنا ما قدرتش تكتم. قامت من النوم بسرعة وصوت عالي: إيه اللي جابك هنا يا بنتي في الوقت ده؟ بتاخدي إيه من الدولاب؟ أبوها صحى من الصدمة ولقى البنت مرتعبة والموبايل وقع منها على الأرض. فتحوا النور لقوا الكاميرا لسه شغالة على الموبايل. فتحوا المعرض لقوا مفاجأة صادمة: فيديوهات كتير جدا ليهم وهم نايمين، وفيديوهات لناس تانية ما يعرفهمش، وفيديوهات إباحية كتير. أبوها اتجنن. قفل الباب وبدأ يسألها بشراسة: إيه دي يا بنتي بتصورينا ليه؟ الفيديوهات دي رايحة لمين؟ ليلى بدأت ترتعش وتبكي وتحكي الحكاية من أولها: أنا في جروب مع بنات وطلبوا مني أصور أي حاجة تحصل بينك وعشان نتعلم ونتطور ونشوف تجارب الناس. أبوها ما قدرش يمسك نفسه، ضربها وصفعها على وشها وقال: طبيعي خصوصيتنا بالطريقة دي؟ إزاي تكوني غبية للدرجة دي؟ فتحوا الجروب على تليفونها. كان مشهد مرعب. محادثات كفرت، صور فيديوهات من بيوت تانية وتعليقات في منتهى الإهانة. لقي البنات بترفع فيديوهات لأمهاتهم وآبائهم وبتتريق على شكلهم وبتعلق على أدائهم. ليلى كانت واحدة منهم. أبوها ما قدرش يكمل. بعد فويس مسج في الجروب سب وقف وقالهم: انتوا مين يا ولاد القحبة؟ احنا هنجيبكم من تحت الأرض. في لحظة الجروب اتحذف بالكامل. اختفى زي السراب. كل الأدلة اتمسحت. لا حس ولا خبر. البيت بقى في حالة رعب. الفيديوهات راحت فين؟ هل حد بيبتزم بيهم دلوقتي؟ والإجابة في الحلقة الجاية. بعد ما الجروب اختفى العيلة دخلت في دوامة من الصدمة والرعب. أبوها فضل طول اليوم يضرب في بنته وفي مراته. انتي اللي السبب، تربية ايه؟ دي اللي ربطيها كل همك الأكل والشرب والستاير بتاعتك متغطية عنكبوت وبنتك ضايعة. البنت قاعدة تبكي وتقول لهم: أنا قصفت مش هعمل كده تاني. لكن الندم ما كانش كفاية. بدأت الأسئلة الصعبة تطفو على السطح. مين اللي كان ورا الجروب ده؟ هل هم فعلا بنات ولا ناس كبار محتالين؟ هل حد استغل بناتنا وصورهم وابتزهم الفيديوهات اللي تصورها؟ راحت فين؟ هل في حد بيستعد يبتزنا بيهم دلوقتي؟ هل في شبكات بتبيع المحتوى ده على الدارك ويب؟ أحمد وزوجها بقوا عايشين في رعب دائم. كل ما يرن التليفون يتخضوا. كل ما يشوفوا حد غريب في العمارة يتوجسوا.
البنت انعزلت في غرفتها مدمرة نفسيا، مش قادرة تواجه نفسها ولا أهلها. الحقيقة إن الجريمة دي مش بتاع أسرة واحدة، هي جريمة إلكترونية كاملة فيها انتهاك خصوصية وفعل فاضح واستغلال آسرين ومحتوى إباحي لأطفال. لو ما تحركوش بسرعة ممكن المحتوى ينتشر ويبقى خارج السيطرة، وممكن حد يستخدمه لابتزاز البنت أو الأهل في المستقبل. أحمد وقفت حائرة، أعمل إيه يا ناس؟ أروح لنباحث الإنترنت ولا أخاف من الفضيحة؟ جوزي مش عايز يروح يقول للبوليس ويخاف من العار، لكن العار الحقيقي أننا نسكت ونستنى المصيبة الجاية. الحل الأمثل إيه دلوقتي؟ وهل في طريقة نحمي بيها نفسنا من الابتزاز؟ الحلقة الأخيرة هتجاوب. النهاردة أحمد بتكلمكم من قلبها وهي قاعدة في بيت مدمر، بنتها مكسورة وجوزها غضبان طول الوقت. بتقول أنا مش عارفة أنام من الخوف، كل ما بغمض عيني بشوف الفيديوهات دي بتتنشر على النت وأهلنا وأصحابنا بيشوفوها. الخوف مش بس على نفسي، على بنتي الصغيرة كمان، إنها تتشاف يوم من الأيام بطريقة وحشة. أنا بقولها وبقول لكل أب وأم، الحل الوحيد دلوقتي هو الذهاب إلى مباحث الإنترنت على طول. خدي بنتك، خدي التليفون اللي فيه الفيديوهات المتبقية وروحي اعملي محضر رسمي، تلفيهم بكل حاجة، أرقام التليفونات، أسماء الجروبات، أي تفاصيل فأكراها. محدش يقدر يتعاقب المجرمين دول غير الدولة نفسها. والأهم من كده أقول لكل أب وأم، الصحوة مش بعد الوقوع. لازم تعرفوا أولادكم بيعملوا إيه على النت، شوفوا التليفونات بتاعتهم، دوروا في الجروبات اللي هم فيها، اتكلموا معاهم عن مخاطر النت. بلاش تثقوا فيهم بشكل أعمى، لأن الشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم. الموبايلات اللي في إيد أولادكم لو مش متابعينها ممكن تبقى قنبلة موقوتة في بيتكم. الابتزاز مش بعيد والفضيحة مش مستبعدة. خليكوا دايما قريبين منهم وصادقين معاهم، وعلموهم إنكم ملجأهم الأول والأخير، مش عيون تراقبهم. أسأل الله يحفظ أولادكم وبناتكم من كل شر. اللي عنده استفسار أو حابب يساعد أحمد بنصيحة يكتبها في التعليقات، ومتنسوش تشيروا للفيديو عشان كل تشوفوا وتاخد بالها، وربنا يسترها علينا وعليكم. في أمان الله.